لو بتذاكر كتير جدا بس بتيجي تحل تلاقي نفسك غلطان بال10 وال20 درجة ومش عارف السبب فين، فكمل معايا الفيديو الاخر علشان تعرف السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كتير جدا منكم عندهم مشكلة في حل الاسئلة على الرغم ان هو بيذاكر كتير جدا بس ما بيلاقيش في الحل، وبيحس ان هو كأن اول مرة ياخد الاسئلة دي واول مرة ياخد الدرس ده بيكون باسباب كتير جدا وحلها بيكون بسيط جدا بس احنا تايهين عنه او مش واخدين بالنا منه. علشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم اسباب ان انت ما بتحلش كويس وكمان الحلول بتاعتها بطريقه مبسطه جدا، فكمل معايا الفيديو الاخر. بس قبل ما تبدا الفيديو متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل نوتيفيكيشن، تعمل شير كتير للفيديو ده علشان يوصل اكبر عدد من زمايلك ويستفادوا زيك. ويلا بينا نبدا الفيديو. بليز كيب واتشينج. اول سبب ممكن تتعرض له هو ان انت بتذاكر مذاكره سطحيه من غير فهم. طب هتقولي ازاي؟ ما انا بسمع الحصه وبذاكر. بتسمع الحصه بس انت ممكن يجي عليك كلمات مثلا او جمل او حتى جزء معين في الدرس تحس ان انت بتدخله كده جوه دماغك بالعافيه، او بمعنى صح بتحشر المعلومات في مخك بالعافيه. ده معناه ان انت ما ذاكرتش بفهم. يعني ايه؟ يعني حتى المعلومات ان انت هتحس ان انا هحفظها وخلاص، لا، اوعى تعديها واوعى تسيب كلمه من غير ما تفهمها كويس جدا ومن غير ما تبحث فيها. وانت مش بس عندك حل واحد ان انت تفهم كويس، انت عندك حلين. يا اما ان انت تسمع حد تاني او تسمع مدرس بيشرح الجزء ده بطريقه انت بتفهمها وبتفهم منه كويس قوي، او ابسط طريقه جدا هي ان انت تبحث على شات جي بي تي، وهو افضل طريقه دلوقتي بتفهمك كل حاجه. فانت مالكش اي حجه ان انت ما تفهمش كل كلمه وما تفهمش كل جزء انت ممكن تكون ساقط عن دماغك او انت مش مركز فيه. لا، اقرا الدرس كويس جدا وما تفوتش فيه فتفوته حرفيا انت مش فاهمها، لان بجد ده او الحاجات اللي بتبقى بين السطور هي دي اللي بتيجي في الامتحان وهي دي اللي هيسأل فيها. قبل ما تكمل الفيديو متنساش كورس القراءة المتحررة وقطع الانجليش اللي بندربك فيه على حل القراءة المتحررة والقطع الانجليش بطريقة متميزة جدا، وبنقولك ازاي تحلهم. بنتابع معاك بشكل يومي وبشكل دوري، بنبعت لك لو انت ما حلتش في اي قطعة، وبنبعت لك كمان وبنعمل لك اختبارات دورية كل اسبوعين عشان نعرف مستواك هل بيتحسن ولا لا. وكمان دي اراء زمايلك اللي اشتركوا معانا. وما تنساش ان احنا نفتح مجموعة جديدة يوم 1/9 ان شاء الله. هنبدأ معاك من البداية علشان تكون قطع القراءة المتحررة وقطع الانجليش في جيبك ان شاء الله. تاني حاجة وهي ان انت بتحل اقل ما بتذاكر. يعني انت بتقعد تذاكر ساعات طويلة بس اجي اسألك انت حليت كام سؤال هتقولي حليت 10 اسئلة 20 سؤال. لا، ده مش عدد اسئلة ان انت تحله في ثانوية عامة. انت عايز تحل كتير جدا وتتدرب كتير جدا، وعشان كده هتلاقي ان انت اول ما بتفتح مثلا الاسئلة عشان تحلها بتلاقي الاسئلة كأنها اول مرة تشوفها، لان انت ما اتدربتش على اكبر عدد من اشكال الاسئلة وامثلة بتاعت الاسئلة. انت لازم تتعود على افكار واشكال اسئله كتير علشان لما يقابلك حاجه جديده في الامتحان تبقى سهل ان انت تفكر فيها. انما لو انت عايز تذاكر كتير وتحل قليل، ده بالظبط هتلاقيه اكبر مثال عليه مثلا واحد عايز يتعلم السواقه بس بيتعلمها اونلاين ويفضل يتفرج على فيديوز كتير وازاي تسوق وازاي تبدا سواقه وازاي مثلا تدوس على الفرامل ازاي تركن صح وكل الحاجات دي، بس عمال يشغلها اونلاين. طب ايه الاستفاده؟ هو ما نزلش الشارع. طبعا لو نزل الشارع هيحس ان هو ما خدش اي حاجه ولا اتعلم اي حاجه. ودي بالظبط نفس الفكره. الفكرة الثالثة وهي ان انت يكون كل تركيزك ان انت تذاكر عدد صفحات كتير في اليوم. ده بالظبط فكرة ان انت بتهتم بالكم مش بالكيف، ودي اكبر غلطة ممكن تقع فيها. لان لو ذاكرت 20 صفحة بس ذاكرتهم اي كلام، انا عندي اللي يذاكر 5 صفحات بس بيذاكرهم بعمق وبتركيز ويذاكر فيهم كل حاجة افضل مليون مرة من اللي ذاكر 20 صفحة. يعني بمعنى اصح اهتم ان انت تذاكر كويس جدا الدرس وان انت تكون فاهم فيه كل جزء قبل ما تبدأ ان انت تحل. واعرف ان السنه طويله، عادي جدا ان انت تقعد في درس مثلا يومين ولا حاجه مش هيعملوا عندك مشكله، بس الفكره ان انت تكون بتذاكر بعمق. وطبعا على مدار السنه انت بتتعود ان انت تذاكر في وقت اقل. السبب الرابع وهو ان انت بتتجاهل تماما المراجعه التراكميه. يعني ايه مراجعه تراكميه؟ ان انت تراجع اللي فاتك في الاسابيع اللي قبل كده. طيب ده بالظبط زي مثلا اللي يحط طوب عشان يبني بيت بس ما يحطش اسمنت. طب ما هو اول هزه للبيت ده هيقع. ده بالظبط نفس فكره المراجعه. انت عمال ان انت تذاكر في حاجات وتعدي بس ما فيش اساس. انت ما بتراجعش اللي فات، ما بتثبتوش في بعضه ولا بتربطه. فايه اساسه؟
او ايه فايدته؟ انت لازم ان انت تحاول تربط المواضيع ببعض، لان مثلا عندك في الكيمياء الباب الاول معتمد على الباب التاني، العضويه هتجيب لك الاربعه اللي قبلها وتسالك فيهم، فعادي جدا ممكن تدخلك كذا باب في بعض. فعلشان كده لازم ان انت تربط ولازم تعمل اساس. يمكن ده الحاجه اللي بتخليك مثلا بعد فتره انت مش عارف تحل اسئله على الباب الاول. طب ما هو بيربط لك الاول والتاني والتالت، هتعرف تحله ازاي وانت اصلا مش مراجع الباب الاول ولا التاني؟ فعلشان كده دايما بقول اهم حاجة في الموضوع كله هي المراجعة والاستمرارية. خامس حاجة، ودي حاجة مهمة جدا وكتير منكم في ثانوية عامة بيعملها، هي التوتر والخوف من الامتحان او الخوف من الحل عموما. دايما بقول لكم بلاش خوفك من ان انت تغلط يخليك تقع في الغلط. يعني مثلا انت خايف ان انت ما تقفلش الامتحان ده، فخوفك هيوترك، هيخليك مش عارف تركز في الامتحان، هيخليك مش عارف تركز في الاسئله، فبالتالي هتغلط فيها وبالتالي هتتوتر اكتر ان انت غلطت. فعلى ايه كل ده؟ والحل في ده هي ان انت تحط في بالك ان ده مجرد اختبار لمذاكرتك. انت بتشوف الحاجات الغلط، بالعكس انت افرح لما تغلط. يعني افرح لما تغلط غلطات بسيطة ممكن ان هي تحفزك او ان هي تخليك تسترجع حاجة تمام هتكون كويسه ليك، والحاجه دي ممكن اللي تراجعها تفتكرها اكتر من الحاجه اللي انت حلتها صح. طب ما ممكن ان انت تحل سؤال صح بس يطلع بايلك كده، اصل كله اختيارات، فوارد جدا ان انت تكون مستبعد مثلا اجابتين وفي اجابتين محتار بينهم، فتختار واحده منهم بس انت مش عارف الاساس الصح ليها. فعلى ايه؟ اهم حاجه في الموضوع هي ان انت ما تتوترش من الغلط، بل استفاد من الغلط وتعلم كويس قوي ان انت تهدى وتعرف تسيطر على نفسك وقت الامتحان، علشان ده اعتبره تدريب ليك لامتحان اخر السنة. السبب السادس وهو ان انت تكون حاطط حاجه جنبك او مشتت جنبك وانت بتحل، زي مثلا التليفون. طب ممكن وانت بتحل يجيلك مسج على التليفون يخليك تفتح التليفون، فبالتالي هتسيب المذاكره او هتسيب الحل او هتحل نص نص ومش هتبقى مركز. فوانت بتحل اي سؤال ابعد اي مشتتات عنك، واقعد في وقت او في اوضه مثلا تكون ما فيهاش حد، وتحاول ان انت تحل بالراحه كانك بتختبر نفسك. وبس كده، دي كانت الاسباب اللي ممكن تخليك بتذاكر كتير جدا بس بتحل قليل قوي. وحاول ان انت تعدل الاسباب دي، ولو عندك اي سبب منهم حاول ان انت تعالجه، علشان ده هيفيدك وانت لسه في اول السنه اهو، فهتتدرب كتير لاخر السنه. تمام؟ ولو عندكم اي مشكله متنسوش ان انتوا تتواصلوا معايا على انستجرام او تليجرام، وان شاء الله بحاول احل لكم اي حاجه ممكن تقع معاكم. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. Thank you for watching.